نيجي بقى في الحتة بتاعتنا احنا الماركتيرز اللي دايما بنقف عندها. هو السيلز جزء من الماركتينج ولا الماركتينج جزء من السيلز؟ تعال نشوف. يعني ايه بروموشن؟ البروموشن هو جزء مهم جدا جدا في الماركتينج ميكس. البروموشن هو اللي بيبدأ بالادفرتايزنج، بالدعاية بتاعتي. هبدأ أعمل الدعاية بتاعتي على إيه؟ على التلفزيون، على الراديو. أنا هطبع برينتنج، يعني بعض الأدوات التسويقية في الإعلان، في النيوز بيبر، في المجلات والجرايد والكلام ده كله. لا، أنا هشتغل إعلاناتي أونلاين، فأنا هعمل السوشيال ميديا ادز، هعمل ويب سايت وأبدأ أنشر عليه ادز وخلافه. هشتغل اوت دور، هشتغل اندور، هشتغل موبايل ادز. اعلاناتي هتبقى عامله ازاي؟ ده جزء من البروموشن. الجزء التاني السيلينج، السيلز 1 تو 1. انا هعمل تيم، عندي تيم مبيعات بينزلوا يقابلوا الناس ويتكلموا معاهم ويعملوا يخلصوا الديل 1 تو 1، خلاص فيس تو فيس. لا، انا هعمل تيم تيلي ماركتنج يبداوا يتواصلوا مع الناس في التليفون وياخدوا منهم ميعاد او ياخدوا منهم الاوردر بشكل مباشر. لا، انا عندي تيم سيلز، هم المندوبين بتوعي اللي بيعرضوا المنتج. لا، انا عندي مثلا بنعمل ميتنج اونلاين وببدا انيجوشيت مع الناس واعمل كذا وكذا. السيلز استراتيجي بتاعتي هتبقى عامله ازاي؟ فده جزء من ايه؟ من البروموشن، اللي هو جزء من الماركتنج ميكس، اللي هو جزء من الماركتنج. طيب، عندي حاجه اسمها دايركت ماركتنج. يعني ايه؟ الايميل ماركتنج، الدايركت ميل، الرسائل والبريد اللي بنبعته للناس لبيوتهم، الاس ام اس، الكتالوج، التيلي ماركتنج. كل دي وسائل بنسميها دايركت ماركتنج، ان انا بوصل للعميل وبسوق له منتجي بشكل مباشر. عندي حاجة تانية اسمها بروموشن. يعني ايه بروموشن؟ يعني عروض، خصومات. وهنا خلينا نقول برضو ان البروموشن هو جزء، او السيلز بروموشن هو جزء من البروموشن الكبير، اللي هو جزء من الماركتنج ميكس، اللي هو جزء من الماركتنج. فدايما يقول لك لما تعمل ماركتنج اعمل ديسكاونت. لا يا حبيبي، انت عندك حاجات كتير قوي ممكن تعملها. ركز بس كده وحدد انت عايز تعمل ايه اصلا. طيب، البروموشنز دي ممكن تبقى ايه؟ ممكن ان انا اعمل خصومات واعمل كوبونات، وكوبون خصم 5% لما تشتري باكتر من 1000 جنيه. دي حاجه. فري سامبل، خد العلبه الكبيره وخد معاها علبه صغيره من المنتج التاني هديه. مسابقات، نعمل اكتيفيتي ما ونبدا نبرموت منتج جديد. نعمل لويالتي بروجرام، فاللي هيشتري 10 قطع هياخد القطعه ال 11 هديه. نعمل فلاش سيل لمدة ساعة واحدة لو حضرتك نورتنا في المحل، وهكذا. فدي بروموشنز ليها أشكال مختلفة أقدر أعملها عشان أنشط الشغل بتاعي. آخر حاجة، واللي هي حاجة مهمة جدا تحديدا للناس اللي بتشتغل في الخدمات مش في المنتجات، هي البابليك ريليشنز، العلاقات العامة. العلاقات العامة يعني إيه؟ يعني إن أنا أشترك في مؤسسات وجمعيات وحركات تبدأ توصلني بكوميونتي وتكبر الكوميونتي بتاعتي. اعمل بعض الاخبار في النيوز بيبر وابدا اطلع ميديا كتير، ابدا اتكلم عن المنتج بتاعي في وسائل مختلفه اعلانيه وهكذا. انزل سبونسر في بعض الايفنتس، احضر ايفنت معين واتكلم فيه بطريقه معينه. ابدا ابني كوميونتي بشكل او باخر. يبقى كل دي الادفرتايزنج، السيلينج استراتيجي، الدايركت ماركتنج، السيلز بروموشن، والبابليك ريليشن، كلها ادوات من ادوات البروموشن اللي هو جزء من الماركتنج ميكس.